واحد من بني إسرائيل عصى ربه 20، ما أطاعه مرة. تخيل واحد في كل حياته السي في حقه ولا فضيلة، 20 مرة صرف أخطاء ومعاصي وذنوب. فالله نادى كلمه موسى: يا موسى اذهب عند فلان وقل له أني قد غضبت عليه. اللي غضب مش رئيس أو حاكم أو محافظ أو نائب، اللي غضب الرب الذي بيده أمرك. فراح سيدنا موسى دق بابه، فتح الرجل، قال كليم الله بيعرفه طالما دعاه، فقال له: نعم جئتك لك أنت هذه المرة، مش رسالة جماعية، شيء خصوصي لك، إن الله قد غضب عليك. فانتفض الرجل وراح على الصحراء مختليا بربه ورفع يديه. رحمة الله، رفع يديه العاصي 20 سنة ولا طاعة، وقال: إلهي أنفذت رحمتك أم ضرتك معصيتي؟ أم نفذت خزائن عفوك أم بخلت على عبادك؟ أي ذنب أعظم من عفوك؟ الكرم من صفاتك القديمة، واللؤم من صفات الحديثة، أفيغلب لؤمي كرمك؟ إذا قطعت الرحمة عن عبادك فمن يرجون، وإذا طردت العباد عن بابك فإلى من يقصدون؟ إلهي إذا كانت رحمتك قد نفذت وكان لابد أن تعذبني، فاحمل علي عذاب الناس جميعا فإني فديتهم بنفسي. فالله نادى موسى قال: اذهب إليه وقل له لو كانت ذنوبك ملء الأرض لغفرتها، لأنك عرفتني بكمال القدرة والرحمة والعفو.